برشلونة لم يجد بديل ليفاندوفسكي فقط، بل وجد صامويل إيتو الجديد، وريال مدريد لا ينوي تكرار خطئه بالتنازل عن إيتو قبل الانفجار مع برشلونة الذي كان ضحيته ريال مدريد نفسه في مباريات كثيرة. ولهذا يخطط الميرينجي لدعم هجومه بإيتا يونغ هداف فريق ليفانتي، والذي يتوهج في الليغا هذا الموسم مسجلا 6 أهداف وصانعا 3 في 11 مباراة، وسعره يغري كل كبار أوروبا للمخاطرة أكثر، إذ يملك شرطا جزائيا يبلغ 30 مليون يورو فقط. وبحسب سبورت فيونغ الذي سجل في شباك ريال مدريد هذا الموسم هو الهدف الأول لدعم الهجوم الموسم المقبل، خصوصا مع غموض مستقبل الثلاثي البرازيلي فينيسيوس ورودريغو وإندريك. بينما في برشلونة الفريق برحيل ليفاندوفسكي لن يملك مهاجما صريحا سوى فيران توريس، ورغم ما يمكن أن يغري به ريال مدريد يونغ فإن برشلونة يملك ورقة رابحة هي إيتو نفسه الذي كان ملهما ليونغ في صغره ويملك قميصه مع البلوغرانا. فما العيب في أن يسير على نهجه، وهو الذي يرتدي قميصا مشابها لقميص فريق أسطورة بلاده؟ وحتى لو كان الهدف الأول لدعم الهجوم هو جوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد، فمهاجم بجودة يونغ ونجاعته التهديفية وسعره المناسب وعمره الصغير البالغ 22 عاما فقط يغري برشلونة كذلك. فمن سيفوز بسباق صامويل إيتو؟